فربيع طبعا انصدم من اللي حصل من رضا، في انه ضحك عليه، رضا ضحك على ربيع وجاب له واحد من جنوب افريقيا عمره تقريبا 50 سنة، حتى اكبر من ربيع في السن واشقر من اللي هم الاوروبيين، يعني الاصل معركم اوروبي. مرت الايام وربيع بدأ يطلع عند احمد ويفضح نصب واحتيال رضا، بعد ما حتى بعد ما رضا ادى ربيع فلوسه. تمام. بعد ما رضا ادى ربيع فلوسه برضه اسمه ده ربيع اصر ان هو يطلع عند احمد ويكشف نصب واحتيال رضا، لان رضا بدأ زي ما بيقولوا كده ريحته تطلع والناس تعرف اخباره، وانه بيلعب على 100 حبل وبنضحك على ناس كتير. تمام. فاللي حصل انه اصر ربيع انه رغم انه خد حقه انه يطلع على احمد في بثوث كتير واحمد يطلعه، وفي مقابل ان احمد بيطلعه كان ربيع بيعطي احمد مبالغ. يعني كان تقريبا بيديله في الشهر يمكن 4000 جنيه. بعد كده احمد مين بيدي مين بقى 4000 جنيه؟ ربيع بيدي احمد تقريبا 4000 جنيه في الشهر. تمام. احمد بعد ما خد المبالغ دي وبياخد كل شهر وكده، حصل انه كان بيتواصل معايا بيقول لي باستمرار انا بتضايق من ربيع بيحكي لي فضايح المشايخ بتوع التنصير والاسلاميين، وان انك تجيب مسيحيين وتخليهم يسلموا، والمافيا الكبيره دي بتاعت الفلوس والبيزنس اللي بيحصل من وراها، والضحك على مشاعر الناس في البلتوك زمان، البلتوك ودلوقتي في اليوتيوب وغيره وغيره. ففضائح كلها سيئه، والناس دول حتى اللي بيدعوا الى المسيحيين وبيعملوا معاهم مناظرات وبيقولوا احنا اسلم على ايدينا مش عارف ايه، ويجمعوا على حسهم فلوس، دول بينهم اصلا علاقاتهم سيئه وبتوع نسوان. احمد كان دايما يشتكي، فبقول له ما دام انت متضايق قوي كده من ربيع بتطلعه عندك في البث ويتكلم على الناس ليه؟ تمام. وبتقبل منه فلوس ليه؟ تمام. فقال لي انا والله بحاول ابعد بس هو اللي مصر. انا طب ارفض منه الفلوس، انا ما اقدرش ارفض، هو بيحول على الفودافون كاش، عمال كلام كله تناقض. وحصل انه احمد ومحمد حصل بينهم مشاكل وخناقات كبيره قوي استمرت على مدار عامين. تمام. في المشاكل ديت احمد تابع واحد اسمه شريف المحاور، ده واحد من تقدر تقول صبيان رضا، عامل قناه اسمها اكاديميه شريف المحاور. شخص مش متعلم، مش متعلم، اعتقد انا شفتها مره القناه دي تقريبا. ايوه نعم، شخص مش متعلم، وكان معاه واحده كويتيه كانت مغنيه سابقه وتابت اسمها مريم، مسميه نفسها مريم. تمام. اسمها مش حقيقي يعني، ليها اسم ثاني يعني. تمام. المهم وكان عامل قناه وبيحضر فيه ناس. في واحده ربنا اعطاها مال واعطاها بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعني خير كتير، وكانت مدرسه في قطر لسنين طويله في مدارس، ورجلة اعمال او سيدة اعمال اسف موجوده في مصر، دخلت في القنوات دي وشافته. تمام. فبدات تدخل عند الشريف وحاول تقول له انت شخص مش متعلم تتكلم في الدين ازاي. فمريم الكويتيه دي ضربت طقشت معاها. الست دي اسمها فاطمه صالح. تمام. وبدوا يغلطوا في بعض وبدت مشاكل وبعد كده، والست فاطمه دي كانت معجبه برضه برضا انه بيأدي انه والله مناظرات مع المسيحيين، وبيأدي انه في ناس بيدخلوا الاسلام، وبدت تبقى تدعم رضا كمان بالفلوس. كويس. لدرجه مره قالت لي ان انا بدعمه على الراس 3000 جنيه. ربنا يجزاها خير، ربنا يجزاها خير. الله يجزيها الخير والله، ست حساب على خير والله. لان الناس اللي معاهم فلوس وفيهم طيبه ممكن في الامور دي تلاقيهم مندفع. هي طبعا كشفت انه كله لعب يعني. تمام. زي يعني مخدوعه زي برضه انا كمان انصدمت زي يعني، ومبالغ اكبر مني بكتير. تمام. فاحمد حسين سمع بالست ديت. تمام. راح اتواصل معاها.
وحاول يجذبها لطرفه في مكالمه تليفونيه اكتر من مره، ويقول لها ايه بمعنى الكلام ادعميني انا ما تدعميش رضا. الكلام ده كشفته الحاجه فاطمه صالح بعدين ليا والناس كتير. تمام. فما استجابتش وقفلت له كده وقالت له يا سيدي انا ما اعرفكش، انت مش عارف انت جبت رقم منين، وصدته. تمام. طلعت في بث البثوث بتتكلم عن واحد اعتقد انه اكرم حسن او شيء زي كده، وبتتكلم عنه بحزن لانه كان مريض عنده انفصام. اكرم الله يشفيه. اكرم على فكره طلع من السجن قريب يعني، الله المستعان. انا مش متابعهم بقالي كتير يعني. تعالى قصه احكي لك على الموضوع. اكرم ده ليه قناه معروف يعني، الله المستعان، ليه افكار معينه كده غريبه والله يصلح حاله. كنت دخلت في معاه في المناظره اكتر من مره، لكن ابتلى عنده مرض. وابتلى وعنده مرض، والله يشفيه يا رب ويعافيه ويهدينا ويهدينا جميعا. اللهم اشفي جميع المسلمين. امين. فصعب عليها، صعب على الحاجه فاطمه. تمام. وراحت لا شعوريا قعدت تبكي على البث. نعم. احمد جاب المقطع كعادته دايما في قناته، ويجيب الناس ويقعد يتريق عليه ويسخر منه. يجيب اي حد ويقعد يسخر منه، حتى المحامي ايمن جوده سخر منه، مش عارف مين. يعني دي عاده احمد، يجيب المقاطع ويعلق ويقعد يسخر ويستهزئ. نعم. فراح سخر منها وهي بتبكي. ايوه. احمد في ذلك الوقت طبعا سخر منها بعد ما رفضت انها تدعمه. يا سلام عليك. الحته دي احمد ما ظهرش لا ليا ولا لحد ما قال. يعني انا ما كنتش اعرف وقتها انه احمد انه احمد بيتواصل مع ناس عارف ان هم داعمين. انا ما اعرفش الخصله دي في احمد، انه بيلعب على 60 حبل. دي ما كنتش ادركها، اللي كشفتها لي لاحقا من الحاجه فاطمه صالح نفسها، مكالمات طويله بيني وبينها يعني. نعم. كشفت لي حقيقه احمد. فلقيته بيتريق عليها، بعتت له رساله صوتيه تهديد على الواتس، وكأنظار مكالمه او رساله صوتيه على الواتس. راح عرض الرساله الصوتيه الواتس على التهديد بتاعها. ابنها واولادها وهي طبعا مسؤوله عن عقارات وعن مولات وعن اوتيلات باسمها، يعني ست عوام بسم الله ما شاء الله في 6 اكتوبر يعني غنيه، اللهم صل على النبي، مسؤوله عن عقارات. فالناس اللي شغالين موظفين عندها اخذوا رقم تليفونه وبدأوا يتصلوا بيه يشتموه على البث، ويفتح البث يلاقي الناس بتشتمه بامه وبابوه. عشان حتى ابنها نفسه اتصل بيه يشتمه، اسمه احمد. وبدوا خلاص هياخدوا ضده موقف. قبيل الحركه دي احمد كان متصل بيا وبيتصل بربيع، يقول لي ربيع انا مراتي مريضه قوي وحصل لها كده وانا عايز فلوس عشان اعالجها ومعيش فلوس. انا وقتها ما كانش معايا القدره. قام ربيع محول له اعتقد 6000 جنيه، يا 4000 يا 6000. لما حصل مشكلته مع الحاجه فاطمه صالح، تمام، ابن الحاجه فاطمه صالح لما شاف احمد بيقاوح كده ومش عاجبه وبيستمر في التحدي، راح ليه علاقات في الحكومه وكده، راح جاب كل بيانات، لانه احمد ما بيطلعش وشه، محدش يعرف وشه. لا فعلا. فراح جاب بياناته وصورته وحالته لكده، وراح عرضها في بث عند مين؟ عند ابو رنين. ايوه اعرف ابو رنين، اعرفه انا من البث يعني، ما اعرفوش شخصيا، ما اعرفش كل دول شخصيا. ابو رنين اراد ينتقم. ابو رنين بيحب يعني بيعز الحاجه فاطمه، فاراد انه ينتقم لما فعله احمد، لانه احمد وابو رنين طقشوا ببعض. تمام. وفي قناته طلع احمد ابن الحاجه فاطمه وقال انا جاي افضح الكذاب اللي عندوش رجوله، اللي احنا اتصلنا بيه على التليفون يلا نتقابل، وجبنا له اصدقائي وموظفين في المخابرات وكده عشان يفعصوه، وتهرب مننا وقفل الموبايل وجبان. اهو انا هطلع لكم صورته. وراح جاب بطاقته الشخصيه وعرضها، وعرض صورته كانت صوره سيئه جدا، وقال يا جماعه الراجل ده مطلق مراته. مين اللي سمع البث وشافه؟ المهندس ربيع. ايوه. فاتجنن. واتجنن اكتر لما احمد استقبلها عنده في القناه وقعد يراضيها وتقول له ده انا عندي عمال ياكلوك، وقعد يطيب خاطرها بعد ما كشفت بياناته ودخلت عنده.
وكان عايز ربيع يخش، رفض يدخله. فربيع لما شافه رفض يدخله، وانه اصلا عرف انه مطلق، وانه احمد باعه عشان خاطر يرضي فاطمه ويرجع لورا، فربيع اتجنن انه انا اتضحك عليا من واحد مطلق مراته عمال ياخد فلوس على قفايا ويضحك عليا طول الفتره ديت. وبدت الحرب بين ربيع وبين احمد عند مين؟ عند محمد عبد المجيد، اللي كان اصلا ربيع واحمد كانوا صف مع بعض ضد محمد عبد المجيد. بعد الحادثه دي ربيع اتقرب من محمد عبد المجيد وبدا يطلع عنده ويفضح احمد ويطلع اسرار احمد ومصايب احمد وكذب احمد. في الفتره دي احمد اتواصل معايا وقال لي انا رحت للشرطه وارفع ضدها بلاغ عشان طلعت صورتي هي وابنها. وبعدين لما اتصالحوا هو اياها قال لي هو انا لو حصل لي مشكله في البلد دي مين هيقف جنبي؟ انا مش مسنود، لكن هي دي معاها فلوس ومسنوده. فتراجع احمد، العنطره اللي كان فيها في الاول بينه وبينه على الخاص اظهر الضعف، وبدا يتقرب منها في حزب معاها، وربيع مع محمد في حزب ضد بعض. تمام. في الفتره دي محمد عبد المجيد طلع فضايح احمد كلها، ده يعمل بث وده يعمل عليه بث، ده يعمل بث وده يعمل عليه بث. فربيع طلع قال يا جماعه اقسم بالله انه احمد كان بيتواصل معايا ويقول لي اديني فلوس، واديته حوالي ما يزيد عن 18,000 جنيه. تمام. ربيع قال الرقم بالحوالات. تمام. فاحمد وقال ايه، وقال ربيع برضه قال كده عند محمد رشيد، والبثوث موجوده اسمها الرد السديد على المنجاوي البليد، تقدر تشوفها. ده اعتقد محمد ما حذفهاش. وفي برضه اخر حلقات رمضان الماضي، اخر 5-6 حلقات موجوده. تمام. فطلع ربيع قال ايه، قال ده احمد كان بيقول لي انا على اليوتيوب ده انا اصلا داخله عشان يجيب لي 10,000 جنيه في الشهر. ده ربيع اقسم بالله انه محمد قال له ايه، انه احمد قال له كده. انا اصلا هدف اليوتيوب هو سبوبه، انه يجيب لي 10,000 جنيه في الشهر. والكلام ده مثبت عند حلقات مين؟ حلقات اسمه ايه ده، محمد عبد المجيد. فتخيل بقى الحركه اللي حصلت دي، وانه اصبح ربيع اسماعيل ومحمد عبد المجيد في صف واحد، والحاجه فاطمه واحمد في صف واحد اتصالحوا. الحركه هذه خلت ربيع يفضح احمد ويبين كل الامور، ومحمد يفضح احمد. ومحمد لها فرصه طبعا. ومحمد واحمد غباء يعني ندودين يعني، خدت بالك. واحمد انا بالنسبه لي مظلوم، بياناته طلعت على العام. ايه الجرام ده؟ ما اعرفش التفاصيل اللي وراء الكواليس. انت في الاول كان صعبان عليك يعني، او انت كان متعاطف معاه. ايوه، ازاي يطلعوا بياناته؟ ما يروحوا يشكوا في القضاء ليه؟ يطلعوا بياناته وصورته ليه؟ الفضيحه. ايوه. تمام. فمحمد عبد المجيد في وقتها في رمضان اللي فات كانت مشتعله على الاخر. محمد كنت انا زرت مصر قبيل رمضان اللي فاتت في حوالي يوم 10 مارس 2022، قعدت 16 يوم. تركت عيالي ومراتي ورحت عند امي اطمن عليها، بقالي سنتين ما شفتهاش من ايام كورونا. نزلت عندها وقعدت وكذا، واستغليت وجودي وقابلت احمد والكلام ده كله. تمام. في الفتره دي لقيت احمد عمال يتقرب من ناس ويتواصل مع ناس بالتليفون، من مريم الكويتيه، لان هي غلطت على محمد عبد المجيد واتهمته ان هو لما بيدافع عن ميري فانه ممكن يكون لا قدر الله يعني مش مظبوط اخلاقيا. فبقى ايه، بدا يقول لها انا هجيب لك محامي، وطلع بطوط ويهاجم مين؟ محمد. ماري اللي هي بتاعت حوارات ماري دي، صح؟ حوارات ماري، يا سلام عليك. تمام. لانه رضا قال عليها ايه، متحوله جنسيا، او عليها انها ذكر مش انثى. واكرم قال نفس الكلام، لان اكرم كان خناق معاها. فراح اتهمت محمد عبد المجيد لانه بيدافع عن ماري، فبالتالي هو ايه، يعني مش مظبوط اخلاقيا، مش عايز اقول الكلمه يعني. فاحمد عمل نفسه ايه، الوقت لما كنت موجود في مصر عمل نفسه عنتر، يتواصل مع الحاجه فاطمه، يتواصل مع حاجه مريم، وعايز يجيب لها محامي، وانا مسؤول عنك، وانا اللي ملتزم اجيب لك وادافع. قلت له ايه اللي بيعملوا ده؟ فانا راسي بدات تلف. ايوه.
حصل مواقف في مصر وانا هناك في مصر، كنت ساعتها محول له اكتر من $3000 في الفتره البسيطه اللي عرفته فيها، اللي هي اقل من سنه. محولهم لاحمد؟ كنت بقالي سنه لاحمد يعني مراحل. كان يستلم، كنت مرات احول له $1000 في التحويله الواحده. يعني تخيل يروح ويسترن يونيون مش يستلم بالجنيه، ياخدهم بالدولار، $1000 في المسكه الواحده. كل ده عشان ظروفه ووضعه. ايوه ايوه. تمام. فلقيت هناك بقى انا مع احمد هناك، فلوسي خلصت، فكنت عنده في الزياره. فبقول له انا عايز اركب من عندك لغايه الكوبري، معيش فلوس. قال لي خدها مشي. والله العظيم؟ اقسم لك بعزه الله. لا حول ولا قوه. انا محول لك $3300 مساعده مني لظروفك مش لقناتك، ومن غير ما تطلب. انت كنت بتعض على ضمائري، كنت بتعض على عواطفي. تمام. كنت دايما بتشتكيني. عمره ما قال لي ابعت لي، لكن ما فيش مكالمه يا ابو حذيفه الا لما يقول لي ايه، الا لما يقول لي انا ظروفي، انا وضعي، انا كذا. فلاقي نفسي بتاثر. ايوه. فكل ما يجيني مبلغ بدل ما احوشه ابعته له. فهو يبدا يلعب على النقطه دي. ما كانش بيقول لي ابعت لي، لكن دايما كان يشتكي من وضعه. انا كنت بتكلم كده، ده انا مش عارف اعيش، ده انا مش عارف. كل مكالمه بيني وبينه كان يبعت، عمره ما كان بيتصل بيا، كان يبعت رابط الستريم اليوتيوب وتكون مكالمه بيننا وخلاله عن طريق ستريم يوتيوب بيني وبينه. ما يبقاش على الهواء. ما يبقاش على الهواء. ايوه. عمره ما كلمني مكالمه. فاكون انا عندك وفلوسي خلصت، وبقول لك انا مش عارف اركب من عندك ازاي لغايه ما اروح للكوبري. كانت اخر ايام ليا في مصر، لان انا في مصر خلصت فلوسي، كان والدتي عايزه ثلاجه وفريزر وحاجات، وكان ايام يوم الام ومش عارف ايه. رحت معاها 6 اكتوبر وجبت لها فريزر ب 7000 جنيه. الكلام ده من مارس اللي فات. ففلوسي خلصت ونازل لوحدي، وظروفي صعبه في مصر، في الاردن، في السعوديه. تمام. عندي التزامات كتير وكده. فبقول له كده، بيقول لي خدها مشي. يعني انت ما طلبتش منه حاجه غير انك انا عايز المواصلات؟ يعني سبحان الله. يعني بقول له ده انا مش عارف هركب، ده انا وريته معايا، كان معايا 35 جنيه بس. لا حول ولا قوه. فبقول له ده معايا 35 جنيه وخلاص بقى اخر ايام ليا في مصر، بقى لي يومين واسافر وارجع. قعدت 16 يوم. انت عارف الحياه غاليه يا ابو حذيفه عندكم، يعني اغلى من السعوديه. انتوا اصبحتوا الان. الله يكون في عونكم. نعم. الله يوسع عليكم يا رب. يعني شيء لا يصدق. مصر اللي كانت تضرب يعني مضرب المثل في الرخص وفي الخير، مش ممكن. صحيح. اللهم صل الله يفتح لنا بركه مصر يا اخي وكل بلاد المسلمين. امين يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. فبديت اشوف منه حركات مش مظبوطه. نعم. لدرجه انه والدتي اشترت لي شقه في مصر في حدائق الاهرام. انا اخويا التوأم لي اخ توأم الشبهي عايش في حدائق الاهرام، الله يعينه، وضعه المادي صعب، بيتجوز مصريه، وهو شيف سوشي، شيف اكل سمك ياباني، حريف في الاكل الياباني والسوشي والكلام ده. تمام. بقى له 15 سنه خبره يعني. الله يفتح له البركه ويفتح لك البركه. امين يا رب. فبحاول ان ادعم بقدر المستطاع. فوالدتي جابت لي شقه، اشتريت لي شقه في حدائق الاهرام. وانا ساعتها بديت اكتشف ان انا مخدوع في احمد. كان المفروض ان احمد محامي عن طريقه ينكتب الشقه. انا عملت نفسي مش عارف ومشغول ومهموم، ورحت من وراه جبت محامي تاني غير المحامي اللي كان عايز يجيبه عن طريقه، ورفعت القضيه وعملت كل الوكاله ومن غير ما اعرفه. وبالعكس ده انا كنت بفهمه ان انا ما عملتش حاجه، وان انا سفرتي الجايه هعمل الوكاله عشان اكتب الشقه باسمي. مع اني خلصت كل ده وانا في مصر خفيه عن احمد. تمام. رجعت مصر رجعت السعوديه قبيل رمضان الماضي بكام يوم. ده كان رمضان الماضي تقريبا قبل ابريل بكام يوم يعني، لان انا رجعت 26 مارس الرياض تقريبا كان 1 ابريل 2 ابريل اللي السنه اللي فاتت كان بدايه رمضان. تمام. بدأت لقيت احمد بيبعت لي، او يعني شايفني انا ما ببعتلوش فلوس. خلاص بقى كشفته، بس ما فيش مصالحه ما بيننا. ايوه. فلقيت طبعا كان لسه موضوع البيانات بتاعته اللي طلعت، وهو ما خدش اي اجراء وما عملش اي اجراء. فقلت له يا اخي، طبعا خلال معرفتي فيه خليت والدتي وامي والدتي واخويا واختي يزوروه في بيته في ارض اللواء، يزوروا حماته وحماه، ناس محترمين جدا، واستقبلوا والدتي واخواتي احسن استقبال، ويزوروا مراته وشافوا مراته وان هو على ذمته، عكس ما ما طلع مين ابن الحاجه فاطمه.
فقلت له الان انت الناس كلها ايه بتقول عليك ان انت مخادع، وربيع حصل بينك وبينه مشكله. قال لي كويس ان انا خلصت من ربيع. قلت له طب انت يعني الراجل ده مش وقف جنبك يا احمد؟ 18,000 جنيه في 6 شهور. انا في 6 شهور مش المفروض ان انت يكون بينك وبينه مع الاقل معزه؟ مش حتى سندك في موضوع مراتك ومرض مراتك وغيره وغيره؟ لا قال لي لا. قال لي يعني ايه ساندني؟ ما انا كنت بطلعه عندي على اليوتيوب يتكلم زي ما هو عايز. انا بقول لك الحرف اللي كان بيحصل. احنا بنطلع ناس ببلاش يعني مش هنقول لهم الفلوس. برافو عليك. انا اقول لك اقسم بالله ده اللي حصل يا ابو. فانا انتقصت من احمد، انتقص من عيني على الاخر. لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت ايه ده؟ مش ممكن يعني انت الان يعني انا لما شفت كده قلت ده عياته هيحصل معايا انا نفس الطريقه. انا جوايا قلت ده الواحد بايع الراجل ده الوقت. طبعا ده الواحد بيتمنى يعني معلش ان هو مثلا حد يطلع يناقشه ويبقى مخالف حتى معاه في الرأي، ده بيسري النقاش وبيخلي يا سلام عليك. ده واخدها سبوبة، لا حول مزاد، بايع نفسه للمزاد. دي الحقيقة اللي انا هجيب لك يعني. انا بستعجل لك الحكم عشان بس اقول لك انه ازاي لما شفت بعيني اللي عمله مع ربيع قلت يبقى انا ايه جاي عليا الدور. ايوه معناته الراجل ده لما بقول له ايه انت ليه بتغلط في فلان، اللي بتعمل في فلان، اللي بتعمل كده، وبيقول لي حاضر ويطلع ويتكلم من غير ما اجيب اسمي، ده معناته بيعمل كده عشان خاطر الايه؟ السبوبه اللي بتيجي مني. نعم صحيح. بدليل انا عمال بستقرئ، ما بصرحوش، عمال بستقرئ في الايه؟ في اللي بيحصل. تمام. اتفاجئت ان احمد اللي عرفني ان رضا حرامي مجرد ما اختلف مع ربيع وربيع بقى الصف محمد، بدأ احمد يمدح في ربيع، يمدح في رضا، ويطلع في بثوث مرة تانية. قلب. ايوه. يمدح في رضا، ورضا انسان كذا، وانا مش هغلط في الشيخ رضا. رضا على فكرة في مرة من المرات قال عن احمد ملحد، او قال عن احمد بيدعم الملحدين. اعتقد ان سمعته. قال عن احمد انه بيدعموا ملحدين كفار، بيدعموا احمد بالفلوس. ايوه. فرضا واحمد بينهم ومره بهدلوا على البث، وعمل بث رضا زمان قال احمد ومجيد، محمد ومجيد ومش عارف ايه في ساقية ايمن جودة، في ساقة رضا عمل بث مره قال شبههم بالحيوانات اللي ربطهم في الساقية. ده كان عنوان البث. فاحمد ورضا اصلا خناقات، ووقوف احمد في صف ربيع ضد رضا، وفتح الرضا ده رضا من ربيع رضا من احمد اكتر، والعداوه كانت اكبر. فتيجي الان بعد ما اختلفت مع ربيع لانه هو اصلا شك ان انت مطلق وانت مش عايز تثبت براءتك، فانا قلت له يا احمد تطلعني انا اقسم بالله واشهد انه انا مراتي، امي واخواتي شافوا مراتك وزاروهم في البيت، وشافوا مراتك وانا سايبك وانت فعلا متزوج. قال لا ما يهمنيش الناس، تنظف الناس. فلقيته بيمدح في مين؟ بيمدح في رضا. لما مدح في رضا وقعد يمدح فيه وطلع بس يقول ايه؟ يقول ان حته الفلوس دي لا انا ما كنتش فيها دليل، تراجع عنها يعني عشان انت مختلف مع ربيع. كمان حته الفلوس اللي اتوسطت فيها ورجعت 8 من 12، طلعت بس يا احمد تقول انه انا بتراجع عنها، وانه رضا ما كانش فيه دليل مع ربيع يخليه يسترجع الفلوس، غير انه ربيع بيقول انه ده بيني وبينه ما فيش اي شيء مكتوب بيني وبين مرات ربيع. لما كان ربيع لما بينه وبين مرات رضا لما كان رضا في السجن، الحوار اللي حصل في السلفة بين مين؟ بين ربيع وبين مرات رضا. رضا يعني مرات رضا هي اللي قالت ربيع اديني 12,000 جنيه. ده رضا قال لي لما ارجع من السجن اطلبي من المهندس ربيع، وانا لما اطلع من السجن هرجعهم له. ده كلام مين؟ كلام ربيع. فاحمد طلع يقول انه ايه ده كله كلامه هو، وهي بتنفي وكان هتقسم بالله ومش عارف ايه. فربيع برضه كان هيجيب مراته تقسم بالله اللي كانت شاهده على الموضوع. فطلع ينفي الموضوع يقول ايه ويبين انه ربيع ايه ما كانش عنده دليل، وانا غلطت انه انا ايه معنى الكلام، يعني غلطت ان انا ايه وتوسطت لشخص قدر زي ربيع. ان ربيع ما سكتش، طلع دخل على بث مباشر ليه وشتموا بعض وقال له دموا على بعض. قال له انت حرامي، انت سرقتني، انت بتقول عن نفسك خدت مني فلوس عشان مراتك مريضه ومراتك مطلقه، يبقى انت بتخدعني. قال له لا مراتي عمرها ما طلقتني يوم، وراح طلع تحاليل ملهاش علاقه يعني بالتكلفه العاليه اللي اخذها من الفلوس العاليه اللي اخذها من ربيع وقتها اللي 4000 تبعت المرض. طلع تحاليل بحوالي 200-300 جنيه، يعني تحاليل هيئه.
ايوه ايوه. المهم اتصعدت الامور، وانا وقتها ايه كنت مصدوم وكان في رمضان، فانا وقتها قطعت علاقتي في احمد، ما بقولوش بقى ايه ان انا عايز اقطع علاقتي فيه. كل ما يكلمني اقول له معلش انا عندي ظروف، انا عندي ظروف مش هقدر اكلمك. مرض بنتي مع صدمتي في احمد، الكلام ده قبل سنه، خلاني ايه بقول لاحمد على الواتس من غير ما اعمل له بلوك انا مش قادر اكلمك انا عندي ظروف. الح عليا عشان يعرف ايه المشكله. قلت له بنتي مريضه، حطيتها في بنتي، وانا فعلا زعلان على بنتي لاني خايف انه ما يروحش منها. فكنت خايف على بنتي وقتها، وفي نفس الوقت متضايق من احمد وايه وعايز اخلص منه، وصدمه كبيره وكنت عايش الصدمه، مرض بنتي وصدمتي في الكذاب اللي ايه اللي عمال بينافق واللي تخلى عن مبادئه، واللي عارف هو اللي كشف لي رضا، وهو اللي قال بيتاجر بالناس، وهو اللي بيتواصل مع الناس عشان يكسب منهم فلوس، وربيع عمال بيكشفه، محمد عبد المجيد عمال يكشفوه. وطلع ربيع معايا حاج محمود، وطلع ربيع بث، عملوا بث وقتها لمكالمه ربيع كان مسجلها لاحمد، مكالمه تليفونيه من دون ما احمد ياخد باله. ايه المكالمه دي؟ احمد بيعرض على ربيع بيقول له انا عايز، اما ايام كانوا اصحاب، بيعرض على ربيع بيقول له انا عايز اروح اصالح رضا عشان اخد المتابعين اللي عنده، وبعدين لما اخد المتابعين اروح قالب عليه. دي المكالمه. احمد حسين بيعرض على ربيع في المكالمه بيقول له انا عايز اروح اصالح رضا ظاهريا صوريا عشان ادفع المتابعين اللي عنده، لانه رضا بيجي له مبالغ ضخمه والمتابعين عنده كتار، فاسرع المتابعين واسرع الناس من عنده، وبعدين اروح كشفه على حياته واروح ايه رميه. وبرضه اعمل نفس الطريق في زين خير الله. ده المكالمه وموجوده وانا مسجلها عندي على فكره. دي عرضها ربيع عند قناه مين؟ عند قناه محمد عبد المجيد. متخيل معايا يا ابو حذيفه ازاي احمد لوين التفكير السيء كان عنده، لدرجه انه على الخاص بينه وبين ربيع عايز يسرق متابعين مين؟ عايز يسرق متابعين رضا بطريقه احتياليه. وربيع عمل ايه؟ راح مسجل المكالمه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، اكمل لك الموضوع. اتفضل. الله يرضى عليك. طلع سمعت الحته دي الاخيره دي يا ابو حذيفه ولا ما سمعتهاش؟ سمعت الحته المكالمه دي اللي طلعها ربيع. ايوه سمعتك كنت بتقول. ايوه سمعت المكالمه الحته دي. لا المكالمه انا ما سمعتهاش. انا عارف، انا بقول لك انت فهمت اللي حصل. احمد بيطلب من ربيع انه ايه؟ انه يعرض على ربيع، بيقول له انا عايز اعمل حركه ان انا ايه اصالح رضا صوريا عشان ايه. المكالمه دي عندي على فكره، انا يعني عملت تسجيل للبث ده. تمام. يعني موجود عندي على جهازي. فايه عايز يضحك على رضا، ياخد المتابعين من عنده يعمل نفسه بيصالحه، وبعدين ايه يقلب عليه ويفضح حقيقه رضا. فكانت ايه يعني صدمه اسمع انه احمد بيعمل الحركات دي. فانا خلاص انا وقتها اكتملت الرؤيه، قلت ده مخادع نصاب. احمد حسين بيخدعني، اخذ مني كل المبالغ ديت وكان مستجيب لنصائحي عشان فقط لما كنت بقول له ما تغلطش في الناس، ما تسخرش من الناس، تمام، فقط لموضوع انه يكسب من وراي الفلوس وسبوبه، بدليل انه انكشف. بنتي مريضه، فطلع احمد طبعا اتكلم معاه بحدود وبالواتس، يعني رافض يكلمه حتى صوتيا. انا عايزك بقى تركز في الحته دي كويس قوي يا ابو حذيفه، يا ريت بس لما تسمعها تقول لي انا فهمتها لان حته مهمه خالص. معاك. قلت له، رحت انا اعترفت له، قلت له على الواتس طبعا كل ده ما بكلموش في رمضان. قلت له بنتي جالها العصر السابع ومشكله مريضه والله المستعان. تاني يوم او ثالث يوم عمل بث احمد، راح قال ايه؟ ادعوا في نهايه البث، ادعوا لبنت صديقي لانها مريضه. تمام. مين اللي سمع الكلام؟ محمد عبد المجيد. راح طلع في بث، وقعد من ضمن الامور بينتقدها، بيقولوا شوفوا عمال بيقول بنت صاحبي مريضه بيشحت على البيت. لا حول ولا قوه الا بالله. انا سمعت الكلمه، كنت جاي من صلاه الجمعه، خدت بالك، وانا اصلا بعز محمد ما بكرهوش رغم اختلافي معاه الكبير. فسمعت الكلمه في ايه؟ نافوخي ضرب. اثرت فيك طبعا. كنت انا بصلي الجمعه يا حاج محمود، وانا ساجد كنت بدعي لاحمد والربيع
والحاجه فاطمه والمحمد عبد المجيد، وكان معاهم واحد اسمه خالد العقري. الخمسه دول كنت بدعي لهم بالحرف ربنا يصلح بينهم ويهدي نفوسهم، وانا ساجد في صلاه الجمعه. ارجع من الصلاه افتح بث لمحمد الاقيه بيقول عن بنتي بيشحت على البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني مش قادر حسيت ده بنتي مريضه. يعني معقوله المرض يا محمد يا عبد المجيد اصبح سلعه انك تستهزئ بيها؟ لا طبعا، حتى لو واحد طب انت بيدعي لاي مختلف واحده. معاه، انت فاهم قصدي يا حاج محمود؟ ايوه ايوه انت فاهم، لا مختلف مع فاهم. احمد تمام، وهو بيدعي البنت، بيقول له ادعوا البنت صديقي، تروح انت واخدها سلعه وتقول بيشحت على البنت. طب حتى انت دي. عارف البنت دي موجوده، عارفها؟ ايه يعني هل ترضى يا محمد حد يتكلم على بنتك كده؟ وبعدين هو دي مش شحاته، واحنا بنشحت الدعاء يعني. والله العظيم يا ابو حذيفه اقسم لك بالله العظيم لم اطلب من احمد حسين يطلع يدعي لبنتي، والله العظيم من نفسه. نعم صدق ان شاء الله. فيبقى فمحمد روح سامع انا كنت لسه راجع من صلاه الجمعه وكنت بدعي له في الصلاه، بدعي لهم كلهم وادعي لنفسي. اجي افتح البث الاقيه بيقول باسمه ايه ده بيشحت على البيت. فرحت كلمت احمد قلت له لو سمحت انا ابعت لك كلام على الواتس، خده زي ما هو وخد المقطع اللي بيتكلم فيه، قصت له المقطع واعمل بث. وطبعا انا عندي البث ده ابعته لك يا ابو محمود يا ابو حذيفه. واعمل بث، وجه الكلام، اقرا الكلام بتاعي من غير طبعا تكشف عن شخصيتي لو حدش بيعرفني يعني، وقول له واقرا له الكلام ووجهه لي. فراح احمد اخذ نفس كلامي واخذ المقطع اللي انا قصيته اللي هو بيقول بيشحت على البيت، ووجه الكلام وكتب عنوان البث من صديق الحبيب الى محمد عبد المجيد. انا كتبت بقى في الكلام ايه؟ انه انا كنت راجع من صلاه الجمعه وكنت بدعي لك يا محمد بالاسم، وفاجئ انك بتقول على بنتي بيشحت على البنت، عن بنتي. اقسم بالله يا محمد لم اطلب من احمد ان يدعي لبنتي. ويا محمد مرض الناس مش عرضه للاستهزاء وانك انت على خلاف معاه ان انت تقول انه ايش عشان هو عايز سبوبه فبالتالي بيشحت على بنتي، هذا لا يليق. أكيد. اسال الله ان يهديك يا محمد يا عبد المجيد. ارجو منك يا احمد الا تجرح في احمد ولا في محمد ولا في ايه وتوجه له اي كلام، فقط خليه يقرا الرساله دي. وعمل بالفعل ايه احمد زي ما قلت له، طلع البث ده. هبعته لك برضه يا ابو حذيفه تشوفه ان شاء لانه الله. احمد حدث. الله يبارك فيك. تمام. 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 محمد شاف البث مش يتراجع او ويقول انا اسف. طلع هو وربيع في بث تاني برضه موجود البث على فكره على قناه احمد، وبيقول صديقه مش عارف ايه بعد ده بيقول صديقه عامل له بث انه ايه انا كنت اتوقع انه يدعي لها، وايش عرفني مين ده عشان ادعي له؟ مين ده اصلا؟ ومين ده اللي بيقول لي محمد عبد المجيد؟ انا اسمي محمد مجيد اصلا وسط الناس مش عبد المجيد. ايه ده؟ الاقي بقى الناس يعني ايه بيشكك في ان انا قصه يعني انه احمد بيتكلم عن شخص وهمي. ايوه ايوه. وربيع اطلق عليه وقتها اسمي ايه الراجل الغامض بسلامته. وكان يعرفك يعني ربيع كان ما كانش يعرفك؟ يعرفني، ما كانش دايما احمد يكلمه عني بعد المشاكل. ربيع يقول ايه ده اكيد شخص وهمي، في مين ده؟ لدرجه ان محمد شاف البث بتاعي ورد عليه اللي انا طلبت محمد يطلعه، قال لي هو مين ده وليش عرفني؟ يعني برضه بيشككوا بدل ما محمد ياخد البث ويقول ويسمع ويشوف الحوار انه في واحد فعلا ما احمد بيطلع كلامه وكتابته، انكر الكلام قعد يقول لك وانا مش ده وليش عرفني مين ده. لدرجه انه الادامن في الشات من ضمن واحده اسمها مادونا قالت ايه؟ قال لا صديق ولا نيله، كتبت كده في الشات عني انه ايه انه ده كذاب وبيألف علينا. ما انا بالنسبه له مجهول، كل مره يطلع محمد يقول صديق الحبيب احمد صديق العزيز. هم ما عندهمش ثقه في احمد اصلا يعني الكلام ده. ايوه لكن ده مش مبرر ابدا ابدا طبعا. يا ابو محمود انك انت تقول بيشحت على البت، انت ما تعرفش مين ده. اكيد تسكت. اكيد صحيح. تمام الله يبارك فيك. المهم قرر محمد ربيع عزم محمد عنده في الوراق. قال له تعالى من اسكندريه يا محمد وتعالى عندي في بيتي. تمام.
راح فعلا محمد اخذ ابنه، نسيت اسمه احمد اعتقد، ابنه الكبير اسمه احمد. اخذوا وراح وداه على مين؟ وراحوا زاروا ربيع وعمل لهم مأدوبة كبيرة. راح فتح محمد الفيديو وقال احنا موجودة في بيت الحاج مهندس ربيع اسماعيل، وايه بسم الله ما شاء الله ربيع عامل يعني سفرة كانت كبيرة، اللهم صل على النبي. الله يهديه يا رب ربيع ويبارك له يا رب. امين. تمام، كانت سفرة جميلة يعني، وعرضها في البث ومش عارف ايه. مين اللي شاف المقطع؟ احمد. طبعا استشاط غضبا يعني. استشاط غضبا لانه ربيع كان ايام الصداقه، كان ربيع طلب منه كذا مره انه اتفضل عندي زورني انا عازمك، يوعده بعد ما يكون طابخ ويخلف. احمد مصر انه ما يعرفش حد في الوسط ابدا، انا الوحيد اللي تواصلنا مع بعض وشفناه وشفته وجه لوجه وزرته يعني، وهو اسرتي زارته وانا رحت زرته في مصر. خدت بالك؟ كان مصر ما حدش يعرفه ابدا احمد، لا يطلع بوشه ولا حد يعرفه. ففضل يوعد ربيع انه يروح عنده لدرجه الربيع مره طبخ له طبخه وكان جاهز، في اخر لحظه قال له ايه؟ قال له انا مش جاي. فلما بعد بقى حصل الخلاف محمد زار ربيع عنده في البيت واظهر الفيديو، احمد طلع على بات يقول ايه بقى؟ يقول سمن عجلك سمن كلبك ينبح جنبك. سمن كلبك ينبح جنبك. معنى الاصل فيها سمن كلبك ياكلك. ياكلك، قال لك سمن كلبك ينبح جنبك. وراح ايه؟ قال له ايه يا ربيع اللي انت عملته؟ محمد بقى ايه؟ بدا ينتقد احمد وكده. فاحمد قال ايه يا ربيع اللي انت عملته في محمد ده عندك في البيت؟ انت سقيته حاجه اصفره؟ ايه ده؟ انا سمعت الكلام قلت مش معقول الكلمه دي، يعني احنا مصريين وعارفين كلمه تعني شيء قذر طبعا، حاجه اصفره يعني خمره، يعني لا قدر الله انت بتقول الفاحشه بينهم من بعض. ايوه ايه الكلمه دي يا احمد؟ وبعدين بيقول ايه ده ربيع؟ ما هو في ساعتها بقى ايه، ربيع اكتشف انه رضا كان بيكلم المساعد اللي هو ابراهيم، اللي اختلفوا مع بعض، عبد الرحمن قصدي، وطلع حوار الماسنجر. ربيع كان بيتهم ربيع اسمه ده رضا كان بيتهم ربيع على الماسنجر، وده عبد الرحمن اللي هو مدير قناه ربيع قبل ما يختلفوا مع بعض طلعوا في قناه احمد ابو مالك انه بالحوار بالماسنجر بالصور انه رضا كان بيقول عن ربيع ما بيعرفش، يعني قدرته الجنسيه صفر او تعيسه. ايوه خدت بالك؟ ما بيعرف. فراح احمد قال له ايه؟ فراح احمد كملها وقال ده انت يا ربيع ما بتعرفش، انت ما بتعرفش كل ده احمد بيقول، وانا ايه؟ وانا حاسس نفسي انا انخدعت خدعه عظيمه. مصدوم. وراح كملها وقال ايه؟ ده الاسكندرانيه بخله. عمل 3 جرايم في بث واحد. ايوه اسمه ايه ده؟ ده احمد المنجاوي. احمد اللي عمل قال عن ربيع ما بيعرفش في نفس البث، وانت سقيت يا ربيع ساعتها احمد حاجه اسمه ده؟ محمد حاجه اصفره، والاسكندرانيه يعرفهم بخله بالتعميم. ايوه فانا ايه محمد استلم الموضوع ده وفضح احمد. انت بتتهمنا باللواط يا قدر، انت كده بتعمم على اسكندرانيه بتقول عليهم. طبعا قبل ما محمد يتكلم انا نفسي ايه على طول اتصلت باحمد وكنت في الشغل لدرجه ان صوتي عالي. ايوه فقلت له يا احمد، هل من الشرع ومن الدين ان انت تقول لواحد انت مثلا ونفرض انت متيقن انه ما بيعرفش مثلا تطلع تقول على العام؟ هل اعراض الناس عشان انت مختلف معاهم معناته تنطق بهذا الكلام؟ طبعا دي من خوارم المروءه طبعا اكيد. ده ايه اللي انت بتعمله؟ زي اللي مالك انت بالامور دي؟ وبعدين ليه تعمم تقول اسكندريه بخل؟ ده من الدين؟ انت شفت اسكندراني بخيل واحد ولا 2 ولا 10 ولا 1000 تقول اسكندريه بخل بتعميم؟ وبعدين ايه حاجه اصفره دي؟ انت ده قذف. اكيد طبعا انا ساعتها متوقف عن ارسال المال لاحمد وايه وبيني وبينه مشادات، وانت ايه رجوعك في موضوع رضا واختلافك في امور كتير والبث اللي انت عملته او المكالمه التليفونيه المسربه واجهته في حاجات كتير. قال لي يعني انت قصدك ان انا عندي مشكله في ضرب الامثال؟ مشكله؟ قلت له انت ضايع،
مشكله ايه؟ هو ضرب امثال. قال لي انا ما اعرفش، قال لي اقسم بالله ما اعرف انه حاجه اصفره معناته قذف، معناته ان انا بتهمه بالفحش. قلت له بص ما تعرفش ازاي؟ اقنعني يا اخي. حاجه اصفره معناته انه فيها استغفر الله فاحشه. مفيش مصري ما يعرفش التعبير ده يا احمد. انا مش مصري وعايش في مصر ومولود في مصر وعارف انه حاجه اصفره معناته اشاره للخمر والفاحشه. نعم. فايه علي صوتي في المكتب لدرجه ان المدير المباشر استدعاني وقال لي اخر مره صوتك يعلى وعايز تتكلم بالحده دي تطلع بره المكتب، اطلع في الحديقه. فكانت يعني شيء محرج ليا، لان انا وقتها انفعلت على احمد. ده شعور يعني انت ايه اللي بتعمله ده؟ وقفلت المكالمه لقيته من نفسه راح عامل بث وقال ايه، كلمني صديقي العزيز وانتقدني في طريقه ضربي للامثال. فانا اعتذر الى الله سبحانه وتعالى ثم الى المتابعين، بس ما اعتذرش لا محمد ولا ربيع والمتابعين عن اللي انا قلته، واسال الله ان يغفر لي مش عارف ايه. بعديها بايام قليله لقيت احمد بيقول لي انا عايز 20,000 جنيه منك قرض، اول مره يطلب مني بشكل مباشر عشان اخو مراتي عايز يعمل شقته وكذا. قلت له والله ما معايا، انا وضع المادي صعب. قال لي طب انا هشوف الحاجه فاطمه صالح تديني واقول لها لو انا ما عرفتش اسدها انت تسدها. قلت له برضه ما تربطنيش مع الناس. صحيح يا اخي حرام عليك، يعني انا بقول لك عندي ظروفي صعبه. فلقيته ايه بدا يشعر ان انا خلاص توقفت على انه ايه، لانه قعد يلح عليا. فلما لقاني لا بيلح وانا رافض فحس ان انا خلاص ايه، خصوصا اني قفشته في موضوع اني كشفته واتخانقت معاه في موضوع الرضا وفي موضوع المكالمه المسربه وموضوع كل اموره ومشاكله. فبدا ايه يوريني بقى الوجه الحقيقي لشخصيته بالتطاول والسخريه في النصايح اللي كنت بنصح له اياها. عليك انت؟ علي انا. لا حول ولا قوه الا بالله. مش كنت بنصحه يا ابو حذيفه، كان على طول يطلع من نفسه ويعمل بث. انا اعطيك كذا مثل على مدار سنتين. انا فاهم انا اقصد يعني بعد كده بقى يعني يسخر من نصايحي. ايوه يسخر من نصايحي ويسخر مني ويستهزئ مني على الواتس على نتن يعني. لا حول ولا قوه. المهم قصه طويله. فالمهم انه قرر احمد يعمل بث على محمد، وكان بث متاخر وصل الساعه 4 او 5 الفجر. فهذا البث محمد قرر يقتحم قناه مين؟ احمد المنجاوي. احمد المنجاوي. ايوه. ودخل. تمام. انت اللي بتغلط، انت اللي بتستهزئ بيا، انت. مين دخل كمان؟ ربيع. ايوه. انا ما بصليش يا احمد، انا بتاع نسوان يا احمد، انا ما بعرفش. وبدا يعاتبه بخناقه وخناقه. ودخلت مين؟ فاطمه صالح. فاطمه صالح وربيع على خلاف، وبدوا يشتموا في بعض، وبقى يقول عليها الفاظ ربيع الفاظ سيئه، قال عليها لفظ الشين اللي هو الشتيمه المعروفه الاولى شين. ايوه. كل ده على البث ده حدث مدته يمكن 6 ساعات. ودخلت الله ينتقم منها اللي هي بتقول عن نفسها كفره دي ميسه عمر، لو تسمع فيها. الله ينتقم منها. انا نظرتها في مره او مرتين. الله ينتقم منها. فدي دخلت برضو على البث، شافت احمد مستهزئ بيها، وكان احمد باب البث انه مستهزئ بيها، لان محمد جايبها عامل معاها حوار على انه مين؟ على انه عبد الحليم حافظ. وبيقلد صوت عبد الحليم. ايوه. جايب واحده ملحده وانت يا حليم، وهي تساله بقى بصوتها وترقق صوتها وانا مش عارف ايه، وقعد يمثل نفسه ان صوته حليم ان صوته حلو. كان بث بايخ يعني. ايوه. فاحمد استغل الفرصه وقعد ايه، بدل بث من التريقه بيهم هم الاثنين، انه شايف الراجل عمال يترقق في صوته، وجايب واحده بتسب الاسلام تستهزئ بالاسلام، مجرمه ميسه عمر يا ابو فضيل. انا عارفها. لا انا نظرتها عندي برنامج اكتر من تقريبا مره او اثنين. ايوه. وحتى لومت على برنامج انه كان بيتركها تتكلم دي مجرمه فوق ما تتصور. فدخلت على البث ده لانه ايه، جاب سيرتها وقعد يستهزئ بالبث ده. وفي اثناء البث ده بقى ايه، احمد ربيع عمال بيصرخ عليه. فانا ايه، انا كنت نايم جنب الموبايل، لقيت نفسي عندي احساس قوي، صحيت على حاجات غريبه. احمد داخل عند محمد وربيع موجود وعمالين بيعاتبوا بعض. طب ما ايه، ربنا يمكن مصحاني عشان ادخل اشهد ان الراجل ده مقطع على ذمته وبرئه.
وبالفرصه برضه اجيب موضوع بنتي. انا اللي ايه، انا اللي بنتي انت اللي قلت عليها محمد ايه، بتشحت عليها. ايوه. ودخلت بالفعل يا ابو حذيفه، ودي كانت اول مره اكشف عن نفسي. بديت البث، فمحمد انا قعدت استنى جوه بره لغايه ما دخلني، كنت حد يشك حتى ان احمد ما دخلنيش. فدخلت قلت له انا يا محمد اللي قلت عن بنتي بيشحت عليها. انا حابب اقول لك ان انا ارسلت لك رساله بعديها عاتبك ومفيش فايده. انا مش هسامحك طول عمري يا محمد، وعند الله تلتقي الخصوم. فقلت له انا مش مسامحك دنيا واخره. قال لي وانا كمان مش مسامحك. انت مين اصلا؟ انا ما اعرفكش. قلت له هذا عذر امام الله يا مسلم، هذا عذر امام الله ان انت ما تعرفنيش، ان انت تتكلم عن بنتي وتقول بشحت عليها. قلت له هذا يرضي رب العالمين؟ قال لي طبعا يرضي رب العالمين. طبعا مسجل بث كله اللي دخلتي هبعتها لك ان شاء الله. ان شاء الله. قال لي طبعا يرضي رب العالمين، انت مش حكم على ربنا. قلت له مش حكم على ربنا؟ قلت له يا اخي عيب عليك، بعت لك بس بعديها اقول لك كنت اتمنى منك تدعي لها لما تسمع ان في طفله مريضه. انت عارف كان عندها ايه يا محمد؟ طب ما كلمتنيش ليه عشان ادعي لها؟ ما اتصلتش معايا ليه عشان ادعي لها؟ يا اخي انا مش عايزك تدعي لها اصلا. احمد اللي طلع من نفسه وقال بنت صديقي مريضه ادعوا لها. انت اللي خدت الكلمه وقلت بيشحت على البيت. فانا رديت عليك وقلت لك كنت اتمنى ان انت لما تسمع ان في طفل مريض تدعي لها، مش انا ابتداء بقول لك ادعي لها. ايوه. انت دخلت في وقت اصلا في مشاكل، انت اصلا جاي في وقت في مشاكل، انت عارف الخلاف، انتوا خلاف ايه ومشاكل ايه؟ انا ذنبي ايه؟ انتوا الاثنين مختلفين بعض الدفع، انا بنتي ندفع الثمن. قلت له اقسم بالله يا محمد يا عبد المجيد بنتي سمعت البث وقعدت تبكي. وهي علاقة الخلافات بالكلام ده كله، حتى لو في خلافات؟ ده قاعد يدافع، ده قاعد يقول انت مش حكم على ربنا. لا انت بتشوف صوتي لما سمعك البث؟ هو مجادل، يوم 25/8 البث ده كان 2022. ايوه. قلت له انا ذنبي ايه يا محمد؟ انا بنتي ده انتوا بينكم خلاف، انا وبنتي ندفع الثمن ليه؟ يرد عليه يقول لي ربنا يهديك ربنا يهديك، انت معصب نفسك وحرق تاني. قلت له انت اللي عملت الغلط، انت اللي اجرمت. ده ما بيرضيش رب العالمين. قال لي لا مالكش دعوه بربنا، انت مش حكم على ربنا. ايه البشاحه دي؟ ده انا طالع لك بنفسي بقول لك بنتي اهي. وربيع يقول له يا محمد انت غلطت. ربيع بقى يغلطه. يا فاطمه صالح تقول لي يا ربيع غلط. احمد عصب عليه، مفيش فايده. اللي بيقول لي انت مش انت حكمت ربنا؟ طيب يا سيدي الله يلعن الظالم فينا، قول امين. قلت له امين. بهلني على البث. لا عمل مباهله. انا بقول لك الحقيقه والله هتسمع بنفسك، البث عندي كله مسجل، والله ما بقول لك كلمه اللي عليها دليل. صدقني يا ابو حذيفه، انا اسف انا طولت عليك، لكن والله العظيم يقول لك ده ممكن تقول ده خيال. لا انت متخيل يا ابو حذيفه؟ يعني ممكن تقول لنفسك ده معقول ده حصل من محمد؟ انا بقول لك حقائق. متهور بيقول لي شفت حكمت ربنا؟ الله يلعن الظالم فينا، قول امين. قلت له امين. لا صعب صعب مش ممكن. المهم قعدت بقى اقول له كذا وادي له امثله انه انا اللي كنت بقول لاحمد اعتذر، انت ما ينفعش تغلط. انا لدرجه ان احمد قال له عارف يا محمد؟ قال له نعم يا احمد. قال له عارف لما كان يوسف عندي في مصر قبل سنه في مارس اللي فات؟ قال له ايه اللي حصل؟ عارف قال لي ايه؟ فمحمد بيقول لاحمد قال لك ايه؟ قال لي يا احمد ايه رايك نروح نسلم على محمد دلوقتي، نزور في اسكندريه نسلم عليه ونطمن عليه. قلت له سامع يا احمد؟ سامع يا محمد؟ سامع بيقول لك ايه عني؟ بتقول تشحت على بنتي؟ راجع من الصلاه بدعي لك. المهم لقيت الناس بتغلطوا. طيب يا يوسف، بيقول لي بقى يا حاج يوسف، انا استاذ يوسف بيقول لي يا استاذ يوسف انا عرفت ان انت شخص حقيقي. برضه رابطها بايه؟ بقضيه ان انا حقيقي ومش حقيقي. ايوه. لو سمحت انا عايز اعتذر لبنتك وخلاص. والفاطمه الحاجه فاطمه دعيت لها
وكمل البث بقى مناوشات وحروب وكده. ايوه. وخلص البث. وبث بقى طويل عريض، واعتذار لربيع، وتصالح تاني احمد مع ربيع بسبب مداخلتي، وان انا حلفت بالله في المداخله دي. طبعا نسيت اقول لك ان انا قسمت لهم بالله ان احمد متزوج، وان امي واخواتي واشهد الله، اشهدت الله انه زاروه في البيت، والراجل هذا متزوج، مش زي ما كنت بتقول عنه مطلق يا حاج ربيع، واحمد بيحبك يا حاج ربيع. واصبحت انا مش موضوع مش بنتي بس، موضوع ان انا اصبحت صرف في الصلح بين ربيع ومحمد واحمد. والله اعتقد لغايه الان لان المكالمه كده طولت قوي، لازم اتصل عليك بكره في وقت مناسب انت تشوفه، اكمل لك الاحداث، لان الاحداث اللي جايه اهم من اللي حصل ده كله.